الله الله يا ماما، ايه الحلاوة دي؟ وافل تحفة يا جوجو. يلا بينا الله. عشان نوريهم مقاديره وطريقته السهلة السريعة. يلا بينا. ايه ده هنعمل ايه يا ماما؟ وافل. يلا اخيرا. بقى نعمل لهم الوافل الجميل جدا يا جوجو. مكوناته بسيطة جدا. ايه معانا بقى؟ هيبقى كوباية ونص لبن، كوباية ونص دقيق، بيضتين، معلقة سكر كده، وشوية 3 معالق نشا، نشا، كنت لسه اقول. معلقة زيت، بيضتين، فانيليا، وبيكنج باودر وذرة ملح. وذرة ملح يا جوجو. حتى يلا نضيفوا المكونات كده على بعض ونشوف هنضيفه ايه ونعمله ايه ونعمله الوافل التحفة ازاي. يلا يا يلا يا ماما. جوجو. هضيف بقى اللبن الاول كده، ادي كوبايه، اوكي يا ماما. وهنجيبه نص كمان، هي كوبايه ونص يا جوجو. اوكي. كوبايه ونص انا بقول الاول نخلط لبن. السوائل الاول. برافو عليك يا جوجو. نحط شوية زيت بقى والبيضتين. وشوية الزيت. ماشي يا جودي. ومعلقه الزيت كده بس واو. بالشكل ده. وهحط بقى الفانيليا السايله. اوكي. حطينا كده الفانيليا السايله والبيض و ايه يا جودي؟ اللبن ايوه، البيض واللبن والفانيليا السايله. وهنحط وشوية الزيت. ومعلقه الزيت. وهنحط بقى الايه، معلقه السكر كده. وقلبي بقى يا جودي، سكر البودر. قلبي بقى بحب افاصل بتاع دي قوي. كده. وهنحط ذره الملح بقى. ذره الملح ده بتعادل في اي حاجه. بتعادل طعمها. اه، جميل جدا. هو عجينه الكيك. نعمل ايه تاني بقى؟ الشكل ده كده. قلب حلو كده. بعد ما ضفت ده كده يا جودي، هحط بقى بيكنج باودر قد ايه؟ هحط مساح معلقتين صغيرين، او هي مساح معلقه كبيره، مش كتير، بس كده. هو ده هضيفه بقى على الدقيق واقلبه بالشكل ده. هو احنا مش كل ده واحط نحطه على عليه الخليط؟ النشا كده. واقلب بقى كل المكونات دي قبل ما اضيفها على الخليط بالشكل ده. وطبعا يا جوجو الخليط ده بقى هو عامل زي خليط الكيك. هنضيف بقى يا جودي كل المكونات الحلوه دي كده، وافضل بقى اقلب. هقلب كده كل المكونات مع بعضها كده لحد ما تختلط وتديني عجينه جميله ما فيهاش اي تكتلات. ولو حسينا العجينه سايله بنحط لا لا لا، مش هنحط اي حاجه، هي دي مقادير ما فيهاش نهاض. ده انا عايزاها سايله، هي هتبقى عامله زي عجينه البانكيك، اخف من الكيك شويه. اوكي. اهي كده، ما فيهاش اي تكتلات. شايفه العجينه عامله ازاي؟ هنسيبها طبعا ترتاح. شايفه؟ هنسيب العجينه دي ترتاح ربع ساعه ونشوف هنعمل الوافل التحفه ازاي. هغطيها بقى واسيبها 10 دقايق. اوكي يا ماما. وهفضيه في الشفشق ده كده، وعشان يبقى سهل واحنا بنعمله، وهوريك السهولة فيه ايه. فضيته في الشفشق كده علشان استخدمه ويبقى سهل عليا، بدل ما اجيب كل شوية بقى المعلقة او الكبشة عشان احط بيها. لا، هحط من بوز الشفشق كده على طول ونسهل على نفسنا. عندنا بقى مكنة الوافل كده انا مشغلاها، وطبعا هسيبها تسخن شوية على بال ما نبدأ نشغل، لان ما تحطش فيها الا لما يكون هي سخنة من جوه. هسيبها 5 دقايق ونرجع مع بعض بعد ما تسخن نشوف هنعمله ازاي في المكنة دي. كده بعد ما سخنت، انا عندي بقى فرشة كده فيها شوية زيت، هبدأ ادهنها كده. وسخنت ازاي؟ هدهنها من فوق ومن تحت كده بالشكل ده كده، عشان بس ايه ما تلزقش مني. ادهنها كويس كده. بعد ما دهنتها زيت بقى، ابدأ بقى اصب الوافل كده
بالشفشق بس كده. ابدا اصب الناحيه التانية بس كده، وابدا بقى اقفل عليها كده بالشكل ده. هبدا اقفل عليها بقى واسيبها لما الحمرة دي تخضر هنعرف انها استوت. نفتح مع بعض نختبر كده. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين جميلة ازاي؟ هنكمل بقى تسوية. هنفتح مع بعض تاني ونشوف. شايفين؟ بس انا هسيبها شوية كمان عشان الحروف اللي عايزة تحمر دي شوية، حاجة بسيطة، ونرجع مع بعض تاني نشوفه هنطلعها ونعمل ازاي كده. هوريها لك من تحت ما شاء الله. شايفة عاملة ازاي الشكل الحلو ده؟ هطلع بقى واحط غيره. هعمل مسحة زيت برضو كده عشان ايه ما تلزقش، مسحة خفيفة خالص. واحط بقى عجينة الوافل كده واقفل بقى عليها بالشكل ده. شايفة جميلة ازاي؟ ما شاء الله. هطلع الكمية كلها اعملها بالشكل ده. شايفين بقى بعد ما طلع جميل ازاي وتحفة ازاي؟ تحفة. انت بقى لو عايزة تقرمشيه اكتر من كده هتحط نص مية ونص لبن بالشكل الجميل ده. وهنزوقه مع بعض بقى ب يا جوجو صوص الشوكولات. صوص الشوكولات. انا اللي بزوق. ماشي يا روح. بعد ما عملنا كل الكميه بالشكل ده، ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. كانت معاكم وفاء عياد من سر الاكل مع وفاء عياد. دعمكم لينا بيفرحنا. باي.